طردوه من النادي بسبب دعمه لفلسطين، فقال لهم: شكراً على حسن تعاونكم، لأنهم أفادوا القضية دون أن يشعروا. هذا ما جرى مع اللاعب الهولندي ذي الأصول المغربية أنور الغازي عندما دعم أطفال فلسطين قبل أشهر، ففسخ نادي ماينز الألماني التعاقد معه، لكن ما ضاع حق وراءه مطالب، فمحكمة العمل الألمانية قضت بأن فسخ التعاقد مع اللاعب غير قانوني، وأمرت بأن يدفع النادي للاعب مبلغاً قيمته 1.5 مليون يورو. أنور علق على الحكم بطريقة العرب الساخرة وقال: أشكر النادي لأنه بفسخه التعاقد معي ساهم في نصرة فلسطين أكثر مما أتخيل، لأنني سأتبرع بثلث هذا المبلغ لمشروعات خدمة الأطفال في غزة. اطمئن، مستقبل اللاعب كروياً ما زال مستمراً، فقد تعاقد معه مؤخراً نادي كارديف سيتي للعب في صفوفه.